السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة معانا فيديو جميل جدا عن الزيتون. الزيتون زي ما انتوا عارفين مالي السوق، كل سنة وانتوا طيبين. قلت بقى اجيب شوية زيتون كده اخللهم لشهر رمضان، ان شاء الله ربنا يبلغنا شهر رمضان. زي ما انت شفت كده في اول الفيديو، معايا 3 كيلو من الزيتون العزيزي. لو انت هتخزنيه رمضان هاتي العزيزي. التفاحي عايزه تاكليه على طول هاتي 15 يوم 20 يوم بالكتير هتاكلي منه. معايا ربطه كرفس. النهارده الكرفس بصراحه كان غالي جدا، جايبه الربطه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي ب10 جنيه، بس اللي غصبني ان انا اجيبها علشان هي بتخلي الزيتون حلو، يعني بيدي نكهه ولون للزيتون. بصراحه بيخلي الزيتونه بتاعتك لونها اصفر ونكهتها وطعمها حلو. تمام. بشرت جزرة، حطيت معلقتين من هريسة الشطة، وحطيت اللي هي حزمة البقدونس قطعتها، وكمان معايا العصفر والحبهان. التشكيلة اللي انا جايباها من عند العطار لليمون المعصفر، خدت منها شوية وقلبتهم على الزيتون بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، علشان الزيتون بتاعنا يبقى له نكهة وطعم حلو كده. يا ريت اللي يشوف الفيديو يعجبه ما ينساش يعمل لايك، واللي اول مرة يشوف القناة بتاعتنا يدخل يشترك ويكون معانا من ضمن اسرتنا الجميلة. وما تنسوش التعليق بالصلاة على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكمان جبت نص كيلو من الفلفل الحامي. بيبقى فيه فلفل اقل من كده في الحجم، بيبقى جميل جدا، بس ده بصراحة اللي انا لقيته. الزيتون انا ما خرمتهوش، ما عملتش فيه اي حاجة. انا جبته غسلته شطفته شطفة نظيفة، ولا خرمته ولا شقيته بالسكينة ولا اي حاجة خالص. انا عايزة اشيله لشهر رمضان باذن الله، ربنا يبلغنا شهر رمضان سالمين غانمين يا رب العالمين. دول قد ايه؟ دول 3 كيلو كده ملوا البرطمان بتاعنا، ومعاه نص كيلو من الفلفل الحامي. الفلفل الحامي بيدي نكهه برضو حلوه جدا للزيتون. ومعايا بقى ليمون. كنت بقى كل ما اشتري ليمون احطه في التلاجة، قلت لهم تعالوا بدل ما تضربوا وتبوظوا اعملكم برطمان مخلل معصفر. هو صحيح مش كبير ومش اصفر، بس هنعمل منه برطمان. خدت كده كام ليمونه قطعتهم على وش الزيتون. تمام. وبعد كده هجيب كمان، هجيب شويه من الزيت وهرشهم على البرطمان بتاعنا من فوق. طب انت حطيت الزيت ليه حنان؟ حطيت زيت علشان الزيت يمنع اي هواء او يمنع اي حاجه تدخل البرطمان. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، لسه مرحله الزيت ما جاتش، بس احنا دلوقتي هنعمل هنجيب 2.5 لتر من الميه. الميه بقى بتاعتك عايزه تاخديها، عندك فلتر ربنا كرمك وعندك فلتر حلو جدا، ما عندكيش هتغلي ميه وهتسيبيها لغايه ما تبرد خالص. وبعد كده هتعملي بها المخلل الزيتون او اي مخلل عندك حابه تعمليه وما يريمش، اغلي الميه وسيبها تبرد. بعد كده جبت كيس ملح، خدت على كل لتر ميه 6 معالق من الملح. ده كده الملح المظبوط بتاعك اللي هو يطلع لك الزيتون بتاعك حلو مش ماير. حطيت 2.5 لتر عليهم 15 معلقه من الملح، معلقه من بتاعه الاكل بتاعتي. قلبتها في نفس البوله اللي انا كنت حاطه فيها الزيتون حطينا عليه حطينا عليه معلقتين هريسه شطه، وحطينا عليه جزرايه مبشوره وكرفس، وكمان من العصفر اللي انا جايباه لليمون. هقلب كده كويس، الملح بتاعي كويس، وهينزل بالميه. سبحان الله، 2.5 لتر اللي انا كنت حطاهم في الازازه هما اللي جم في البرطمان بالظبط. يعني سبحان الله مظبوطين. يقولك ايد الحر ميزان. الحمد لله والشكر لله ان ايد الحر ميزان. تمام. طبعا يعني شويه الليمون اللي انا قطعتهم وحطيتهم دولت على وش البرطمان كده، وكمان هرش كمان رشه زيت عشان يمنع الهواء. تمام. وهجيب استرتش كده واقفله. ما عندكيش استرتش باي كيس، وهتقومي قافله البرطمان بتاعك. ويا حلوه ما تفتحيش عليه خالص غير لما قبل ما تيجي تكليب بيوم او بيومين. طبعا لما نيجي نفتحه ان شاء الله عليكم بخير كده، هنفتحه مع بعض ان شاء الله ونشوف شكل الزيتون بتاعنا. خلاص كده انا خلصت برطمان الزيتون. عندي بقى شويه الليمون اللي هم موجودين عندي دولت شاريه شويه، جارتي مدياني شويه كده، يعني هقطعهم زي ما انت شايفه كده من فوق. قطعت الليمون المعصفر زي ما انت شايفه كده. طبعا انا جبت بقى شويه حاجات من العطار اللي هو العصفر والحبه حبه البركه، وحطيت لي شويه كركم، يعني مظبطهم لي بصراحه. حطيت عليهم معلقتين من الملح، وابتدي ان انا احشي
الليمون بتاعي ما سلقتهوش ولا انا سايباه، يعني هسيبه فترة كبيرة. يعني انا مش عاملاه ان انا اكله مثلا بعد شهر او اتنين، ان انا اديله غلوة او اتنين، لا، انا عاملاه ني علشان انا سايباه لغاية ان شاء الله بامر الرحمن شهر رمضان. طبعا شهر رمضان لسه فاضل عليه كتير، فعقبال هو بقى ما يجي بقى ان شاء الله شهر رمضان بامر الله يكون هو استوى وطلب الاكل. حابة بقى تعمليه وتديله غلوة كده، يعني ايه، يقلب معاكي، هي غلوة واحدة ويقلب معاكي وتحشيه برضو كده وتاكليه بعد شهر، هيبقى جميل جدا برضو. حابة برضو تسلقيه وتعمليه عادي كده بحتة شطة، هريسة شطة و... وفلفل حامي كده وشوية ملح وخلاص اعمليه. انا عملته كده، بس بصراحة لا حطيت له مية ليمون ولا هي مية عادية خالص. انا حابة ان انا اعمله كده يعني، لان هو اساسا ليمون، فانا مش حابة اعمل له عصير ليمون، هو ليمون. كان عندي كده حوالي معلقة هريسة شطة برضو في البرطمان اللي فاضلة ديت حطيتها. وطبعا الملح برضو زي ما قلتلكوا، على لتر المية 6 معالق من الملح كده، الملح المظبوط بتاعك اللي هيظبط لك اي مخلل. تمام. وهنزل بقى بالمية على الايه، على الليمون. كان عندي كده برضو شوية ايه، كرفس كده فاضلين، كام ورقة كده حطيتهم، وكمان حطيت كام قرن فلفل حامي كده كمان على الوش كده. وهنزل بقى بالمية بتاعتنا اللي احنا عاملينها ديت، اللي هي مكان برضو ايه، الليمون. عصفر على حاجات كده بقى، على ملح على شطة وكده، يعني ايه، برضو نروق المية بتاعتنا كده ونخليها حلوة. والليمون بتاعنا ده هيطلع جميل جدا. هتقولي لي بقى انت ما حطيتش عصير ليمون؟ لا، انا مش هحط عصير ليمون لان هو اساسا ليمون، فانا مش حابه ان انا اعصر ليمون، هو اساسا ليمون. تمام. جربي الطريقه بتاعتي دي ان شاء الله هتعجبك باذن الله. وهنزل بقى بالميه اللي انا ايه عملتها ديت، وهغطيه برضو بستريتش زي الزيتون بالظبط، وهحط له برضو شويه من الزيت واقفل عليه. ولما اجي افتحه بقى ان شاء الله ربنا كده يدينا طولة العمر يا رب، هتتفرجوا عليه ان شاء الله وهيعجبكم. جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم، طريقه جميله جدا وبسيطه وسهله ومفيهاش اي افتكاسات، وبسيطه جدا. وايه، من حاجات بسيطه عملنا برطمانين مخلي الكبار. خلاص كده الاسترتش بقى ايه، انا بظبطه كده علشان اقفل الايه البرطمان علشان ما يدخلوش اي هوا. وده كان الفيديو بتاعنا، ويا ريت كده اللي يعلق يعلق بالصلاة على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش اللايك، وما تنسوش دعوة حلوة كده لاختكم. ربنا يبارك فيكم يا رب.